السلام عليكم ورحمة الله. كولر يقلب الموازين في صفقات الأهلي الجديدة، الإطاحة بأربع أجانب. كشفت مصادر من داخل النادي الأهلي عن مصير الصفقات الجديدة خلال الفترة القادمة بعد الخسارة من باتشوكا المكسيكي بركلات ترجيح 6-5 في نصف نهائي كأس انتر كونتيننتال بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي. كولر يرفض اقتراحات إدارة الأهلي بشأن الصفقات الجديدة. المصادر قالت بأنه يجري عرض العديد من اللاعبين كل أسبوع تقريبا على مارسيل كولر لاختيار الصفقات الجديدة، لكن المدرب لم يقتنع بأي لاعب عرض عليه حتى الآن، وهو ما يثير دهشة مجلس إدارة النادي الأهلي بسبب عدم الاستقرار على صفقات يناير حتى هذه اللحظة نظرا لعدم قناعة السويسري بشأن كل المرشحين. كولر يطيح بأربع أجانب من الأهلي. مارسيل كولر عاوز يغير شكل فريق الأهلي في الفترة القادمة ويستهدف الإطاحة بأربع أجانب من قائمة المحترفين الحالية وتعاقد مع لاعبين على مستوى عالي قبل كأس العالم للأندية 2025. ويسعى مسؤول النادي الأهلي إلى تلبية رغبات السويسري مارسيل كولر وتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية. الأهلي يعلن توجيه الشكر إلى الثلاثي رسميا برعاية محمد رمضان. استقر محمد رمضان المدير الرياضي في صفوف النادي الأهلي على خطوة إجراء تعديلات من العيار الثقيل في صفوف الأهلي في الفترة المقبلة، وذلك بالاتفاق مع السويسري مارسيل كولر. الأهلي يوجه الشكر إلى معلول وكريم نيدفيد ويوسف أيمن. وقرر جهاز الكرة في صفوف النادي الأهلي توجيه الشكر إلى الثلاثي الفريق يوسف أيمن حافظ مدافع الفريق وكريم نيدفيد والمحترف التونسي علي معلول بسبب عدم احتياج الفريق إليهم في الفترة المقبلة. ويرى كولر أن الفريق لا يحتاج إلى خدمات كريم نيدفيد بالتزامن مع قرب انتهاء عقده، كما لا يقدم يوسف أيمن المستوى الفني المطلوب للحصول على الفرصة في المباراة، كما لا يرغب المدير الفني في بقاء علي معلول وذلك بسبب قناعته بخدمات المغربي يحيى عطية الله مفرمة في قائمة الأجانب. واستقر الجهاز الفني للنادي الأهلي على خطوة تطوير قائمة الأجانب في الفترة القادمة، حيث هناك استقرار على خطوة تسويق بيرسيتاو ورضا سليم وأحمد القندوسي وإليو ديانج. ويرى الجهاز الفني أن هذه العناصر لن تفيد الفريق في المرحلة القادمة، وطلب ضم صفقات هجومية جديدة في الخط الأمامي تمنح الفريق الأحمر الإضافة الفنية القوية وتسيطر حالة من الحزن الشديد على جماهير النادي الأهلي، وذلك بعد خسارة فرصة الوصول لنهائي كأس التحدي ومواجهة فريق ريال مدريد في النهائي يوم الأربعاء القادم 18 ديسمبر.